السلام عليكم. أهلا بيكم في المحاضرة التانية معانا في الفسيولوجي واللي بعنوان الهوميوستاسيس and homeostasis control systems. أوكي؟ يعني إيه هوميوستاسيس؟ هوميوستاسيس من اسمها كده، هوميوستاسيس يعني المحافظة على البيئة الداخلية للجسم. يعني إيه المحافظة على البيئة الداخلية للجسم؟ يعني بمعنى أصح، إحنا مثلا لما واحد يجي يذاكر يقول لك أنا معرفش أذاكر إلا لو مفيش دوشة حواليا، لو في دوشة حواليا معرفش أذاكر. الجسم برضو ما يعرفش يشتغل الا في ظروف معينه. يعني ايه في ظروف معينه؟ لو توفرت للخليه، الخليه دي هتعرف تعمل الميتابوليزم بتاعها، هتعرف تعمل الوظيفه بتاعتها، هتعرف تنتج الطاقه، هتعرف تعمل وتعمل وتعمل وتعمل. ده امتى؟ لما يتوفر البيئه الداخليه الصالحه ليها. طب لو حصل تغير في البيئه الداخليه دي، هيحصل تغير في الميتابوليزم وهيحصل تغير في الوظيفه. فعشان كده لازم نعرف يعني ايه هوميوستاسيس. الهوميوستاسيس هو مختص اكتر بالبيئه الخارجيه للخليه. يعني ايه؟ يعني الاكسترا سيلولار فلويد. الاكسترا سيلولار فلويد هو ده البيئه بتاعه الخليه. فالاكسترا سيلولار فلويد ده لازم يكون متوفر فيه شويه خصائص عشان الخليه تعرف تقوم بوظيفتها على اكمل وجه. طب لو الخصائص دي مش موجوده او حصل فيها خلل، هيحصل خلل في الميتابوليزم زي ما هنعرف دلوقتي. يعني في مثلا الديسيزز دي بتحصل في ايه؟ حصل اضطراب او خلل في الهوميوستاسيس في الاكسترا سيلولار فلويد. فمثلا احنا الطالب اللي قلنا عليه ما بيعرفش يذاكر الا في هدوء ده، لو جيت مثلا وشغلت جنبيه صوت عالي او مثلا كان في فرح تحت البيت، هل هيعرف يذاكر؟ هو اتعود خلاص على بيئة معينة بيذاكر فيها، environment معينة. فانت الانفايرمنت بتاع الخلية هي الاكسترا سيلولار فلويد. تعالوا كده نعرف مع بعض ايه هي مكونات الهوميوستاسيس وايه هي السيستمز اللي بتساعد في المحافظة على الهوميوستاسيس. اوكي، يلا بينا نبدأ. عندنا اول حاجه هي البي اتش. البي اتش بتاع الهوميوستاسيس اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد المفروض يكون كام؟ المفروض يكون عندي 7.4. ده المناسب، ده هو اللي الخليه بتعرف تعمل الميتابوليزم بطريقه كويسه وتعرف تشتغل فيه وتطلع الاكتيفيتي بتاعها وكل حاجه بطريقه ممتازه. اوكي، طب لو حصل زياده، لا كده خلل. طب لو حصل نقص، كده خلل. الزياده بنسميها الكالوزيس والنقص بنسميه اسيدوزيس. اسيدوزيس جاي من اسيد، لان انت كل ما بتنزل، انت عارف ان احنا السبعة في النص تروح كده تروح كده، 14 تروح للصفر، هنا حامضي هنا قاعدي. فانت عندك هنا السبعة، انت لو نزلت عن السبعة فانت رايح في ناحية الحامضي. طب لو زدت عن السبعة فانت رايح في ناحية القاعدي. اوكي، بعد كده عندنا البادي تمبريتشر، درجة الحرارة بتاعت الجسم. طبيعي الخلية بتعرف تشتغل في درجة حرارة معينة، وكلنا عارفين درجة حرارة الجسم المناسبة اللي هي 37.5. ال 37.5 دي لو موجودة خلاص الميتابوليزم شغال وكل حاجة شغالة تمام. طيب لو زادت أو نقصت، لا كده حصل deficiency أو حصل تغيير alter. فده يترتب عليه إيه؟ يحصل alter في الميتابوليزميك اكتيفيتي. الميتابوليزم مش هيشتغل زي ما كان بيشتغل، هيحصل فيه تغيير. أوكي؟ بعد كده إيه اللي بيشارك أو بيساهم في إنه ينظم البادي تمبريتشر؟ عندنا السكين والدايجستيف سيستم والسكيليتال ماسلز والريسبيراتوري والاكزيكريتوري والنيرفس. فعندنا السكين بيساهم ازاي؟ السكين عندنا بيساهم عن طريق العرق. احنا عارفين ان الجسم لما درجة حرارته تعلى، السويت يطلع فيرطب درجة حرارة الجسم، فهو بيساهم عن طريق العرق. الدايجستيف بيعمل ايه؟ الدايجستيف هو اللي بيمد الجسم بالمينرالز، اللي بيمتص المينرالز عشان نحرقها ونطلع طاقة، والطاقة دي بينتج عنها حرارة. اوكي؟ السكليتال ماسلز، عمرك جربت كده ان انت مثلا تبقى طالع مثلا مستحمي او طالع مثلا من جوه البيت مره واحده وطلعت في البرد مره واحده تلاقي جسمك عمل رشفه كده؟ الرشفه دي ما بتحصلش غير لما تتعرض درجه بروده مره واحده. فده بيحصل ليه؟ بيحصل رشفه في العضله بتنقبض في جسمك كله كده، تحس برشفه في الجسم كده. هي دي بتعمل حراره، بتولد حراره عشان ترجع للهوميوستاسيس. اوكي، يبقى ده السكليتال ماسلز. عندنا الريسبيراتوري والاكزيكريتوري والنيرفس، كل ده بيساهم في انه ايه؟ يظبط درجه حراره الجسم. يبقى احنا كده خدنا البي اتش وخدنا البادي تمبريتشر. ندخل بعد كده على النيوترينز. لازم يكون عندنا كميه مناسبه من النيوترينز. يعني ايه؟ انت مثلا عندك الخليه محتاجه شويه مغذيات معينه عشان تعمل ايه؟ عشان تحرقها وتطلع طاقه عشان تشتغل وتعمل الميتابوليزم بتاعها. طب النيوترينز دي قلت، اكيد الخليه مش هتشتغل بنفس الكفاءه. بعد كده النيوترينز دي عباره عن ايه؟ هي السورس اوف انرجي. السورس اوف انرجي هي مين؟ النيوترينز.
طبعا اللي بنعمل لها امتصاص من الدايجستيف سيستم وبننقلها عن طريق الدم عشان تروح تعمل لنا الاكتيفيتي. تعمل لنا الاكتيفيتي ازاي؟ هي اللي بتساعد على الحرق والتكسير والكلام دوت ونطلع منها طاقه، وهي بتساعدنا على النمو اكيد. يعني انت يقول لك لازم تتغذى كويس عشان يحصل عندك جروث كويس. اوكي، الاعضاء والاجهزه اللي بتساهم في كده مين؟ عندنا الدايجستيف سيستم والسيركيولاتوري. الدايجستيف بيعمل امتصاص من ايه؟ من الاكل والغذاء المهضوم. طيب السيركيولاتوري بيعمل نقل، الدم بينقل الغذاء لجميع انحاء الخلايا في الجسم كله. اوكي، يبقى احنا كده خلصنا البي اتش، خلصنا البادي تمبريتشر، وخلصنا ال adequate amount of nutrients. بعد كده عندنا adequate amount of oxygen. يعني ايه؟ لازم يكون عندنا كمية مناسبة من الأكسجين. ليه؟ دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، لأن الأكسجين هو العامل الأساسي في عملية الميتابوليزم. يعني الأكسجين مهم جدا في مين؟ في عملية الميتابوليزم. اللي بيساهم في التنظيم بتاع الاكسجين عندنا الريسبيراتوري سيستم، طبعا ده حاجه بديهيه جدا. البلاد هو اللي بينقل، الكدني بتساعد على المحافظه على الريد بلاد سيلز، بتساعد على المحافظه على مين؟ الريد بلاد سيلز. يبقى احنا عندنا في الاديكويت اماونت اوف اوكسجين عندنا الريسبيراتوري والبلاد والكدني. اوكي، دول مين؟ الاعضاء اللي بتساهم في كده. بعد كده عندنا رقم 5 الهرمونات appropriate quantities. لازم تكون كميات مناسبة وكميات محسوبة دقيقة جدا، لأن احنا زي ما خدنا قبل كده في ثانوي إن الهرمونات دي بتتقاس بالمايكرو جرام، فأنت المايكرو جرام اللي بيزيد أو اللي بيقل بيعمل ديفيشنسي، فلازم تكون كمية مناسبة جدا ومحسوبة ودقيقة. أوكي، طبعا اللي بيعمل كده الاندوكراين جلانز اللي هي الغدد اللاقنوية. اوكي، بعد كده عندنا الووتر اند الكترولايت بالانس. لازم يكون عندنا توازن في الميه والاملاح. ليه؟ عشان ضغط الدم والاشارات العصبيه. مين اللي بيساهم في كده؟ عندنا الكدني. اكيد الكدني زي ما خدنا المره اللي فاتت، الكدني نرجع تاني على الديهيدريشن في الحته اللي هي بتاعه الاي دي اتش. بس يعني عندنا قلنا لما الجسم يحصل له ديهيدريشن بيزود الاي دي اتش، الاي دي اتش يزيد فيسحب ميه من الكدني فيزود الميه تاني. طب لو حصل العكس، في عندنا ووتر اكسس، لما يكون عندنا ووتر اكسس عندنا الاي دي اتش يقل فالميه تنزل مع اليورين. اوكي، فانت عندنا الكدني دي حاجه مهمه جدا 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 تحت تاثير مين؟ طبعا الاي دي اتش. اوكي، السكين عارفين ان السكين بيطلع السويت، والساليفري جلانز برضو بتصب الافرازات بتاعتها، والجاسترو انتستينال تراك بيعمل افرازات كده عشان تسهل المرور بتاع الطعام في التراك بتاعه. اوكي، بعد كده عندنا البلاد should be normal ازاي؟ يعني ايه النورمال بتاع البلاد لازم يكون عدد الريد بلاد سيلز يكون مناسب، والبلازما تكون كويسه. طب لو حصل خلل هيحصل خلل في الوظيفه بتاعه البلاد، اللي هي ايه الوظيفه دي؟ الترانسبورت بينقل ايه البلاد؟ بينقل النيوتريانتس وبينقل الويست. النيوتريانتس اللي هي التغذيه، زي ما خدنا في النيوتريانتس قلنا مين اللي بينقل؟ السيركيولاتوري ده اللي هو البلاد ده بينقل النيوتريانتس، وبينقل مين؟ الويست. يعني بعد ما الويست تطلع بينقلها برضو عشان يوديها للاكسكريتوري. اوكي، والريسبيراتوري جازز طبعا بينقل الغازات. بعد كده عندنا السكليتال ماسلز دي اللي هي العضلات الهيكليه. بتعمل ايه؟ اول حاجه الموفمنت. طبعا انا بتحرك ازاي قدامك الوقت؟ عن طريق الكونتراكشن بتاع السكليتال ماسلز. اوكي، وبريفنت الدامج، بيحمينا، وبروتكت فروم ذا سراوندينج، بيحمينا منين؟ من البيئه المحيطه. اوكي، يبقى ده مين؟ ده السكليتال ماسلز. ده كان رقم 8. بعد كده عندنا السنترال نيرفس سيستم. عندنا السنسوري سيستم والبرين. السنسوري سيستم ده يا باشا بيستقبل الاشاره اللي جايه، يعني بيستقبل ان في حصل خلل ايه؟ في الهوميوستيزيس، يبعتها لمين؟ يبعتها للبرين. البرين يبدا على طول يبعت ايه؟ يبعت الكوماندز والاوامر بان هو بيعمل ايه؟ بيحافظ على الهوميوستيزيس. اوكي، ده مين؟ ده السنسوري سيستم والبرين. اوكي، بعد كده عندنا مين اللي بيساهم في كده؟ طبعا البرين اند سباينال كورد. اوكي، بعد كده عندنا الاوتونوميك نيرفس سيستم. ده مختص بمين؟ بالفانكشنز اللا اراديه. يعني ايه الفانكشنز اللا اراديه؟ يعني مثلا انا دلوقتي اهو بتنفس، بفكر في الكلام قبل ما اتكلم، مثلا الجسم جوايا القلب ده بيتحرك. القلب بيتحرك ازاي؟ هل انا مثلا قاعد دلوقتي وانا بشرح الوقت بفكر قلبي يدق بسرعه عشان لا، كل ده حاجات بتحصل مع نفسها. يبقى المسؤول عنها مين؟ الاوتونوميك نيرفس سيستم. يبقى كده زي ما خدنا الهوميوستاسيس،
كام حاجه؟ 10 حاجات: البي اتش والبادي تمبريتشر والكميه المناسبه من النيوترينتس والكميه المناسبه من الاكسجين، والهرمونات طبعا لازم تكون بكميات مناسبه، والووتر اند الكترولايت الميه والاملاح، والبلاد عندنا لازم برضو يكون عنده الريد بلاد سيلز والبلازما يكونوا كويسين، والسكليتال ماسل قلنا السكليتال ماسل بتعمل موفمنت. اوكي، بتعمل موفمنت وبتعمل بريفنت للدمج وبتعمل بروتكت فروم ذا سراوندينج. السنترال نيرفس سيستم والاوتونوميك نيرفس سيستم. كده قاعد لنا سلايد تاني بسيطه ونكون خلصنا المحاضره دي باذن الله. هندخل بعد كده على تاني سلايد معانا. اول حاجه الكومبوننتس اوف هوميوستاتيك، يعني الهوميوستاتيك سيستم ده ليه مكونات او خطوات بتمر بيها عشان لو حصل مثلا خلل يرجع للوضع الطبيعي تاني. فاحنا عندنا الاول بنبقى نورمال، احنا في الوضع ايه الطبيعي، بيحصل ديفييشن، بيحصل ايه خلل. الديفييشن ده الجسم بيحس بيه عن طريق ايه المستقبلات، يبقى السنسورز دي اللي هي المستقبلات. يبقى احنا كنا في الوضع الطبيعي، حصل ديفييشن خلل، فالمستقبلات استقبلت الخلل ده فودته فين؟ ودته على الكنترول سنتر. الكنترول سنتر اللي بنسميه انتجريشن سنتر برضو. يعني الكنترول سنتر ده هو اللي هيدرك ان فعلا في خطر، ايه ده في خطر، فيحفز مين؟ يحفز الافكتورز. الافكتورز دي هي العوامل اللي هي المؤثره اللي بتؤدي لتصحيح الخطا. فتعمل ايه؟ تعمل كوركشن يعني ايه؟ تصحيح للخطا. نرجع لمين؟ نرجع للنورمال تاني. هنرجع لها تاني الخريطه دي واحنا بنشرح النيجاتيف فيدباك. نرجع تاني، احنا كنا في الوضع النورمال، حصل ديفييشن، حصل خلل. الخلل ده استقبلوا مين؟ السنسورز. ما احنا عندنا سنسورز في الجسم كله، فالسنسورز استقبلت مين؟ الديفييشن، ودته على مين؟ على الكنترول سنتر. ممكن يكون السباينال كورد، مثلا البرين، ممكن يكون الاندوكراين جلاندز عادي، ممكن يكون ده كله اللي هو الكنترول سنتر او الانتجريشن سنتر. يعمل ايه؟ يحفز الافكتورز دي مين؟ اللي هي بتصلح العيب. يعني تعمل ايه؟ كوركشن. بعد ما تعمل كوركشن يبقى احنا كده عدنا للوضع الطبيعي تاني. دي كانت الكومبوننتس باختصار جدا. اوكي، نخش على الاكزامبلز عندنا النيجاتيف فيدباك والبوزيتيف فيدباك. النيجاتيف والبوزيتيف. النيجاتيف فيدباك دي عباره عن ايه؟ حصل هبوط مثلا في حاجه معينه، فاحنا عايزين نعلي الحاجه دي، فانت بتعمل تاثير معاكس. التاثير المعاكس ده اسمه النيجاتيف فيدباك. يبقى النيجاتيف بيعمل تاثير معاكس او بيقلل الخطا اللي حصل. انما البوزيتيف فيدباك لا، انت مثلا كان في حاجه عاليه فانت عايز تعليها اكتر، فانت دي اسمها البوزيتيف فيدباك. النيجاتيف فيدباك دي الموست كومن يعني الاكثر شيوعا. بتعمل مين؟ انهبيتنج بتقلل، او ريفرسنج بتعكس. يعني انت يا اما بتقلل الحاجه اللي حصلت دي يا اما بتعكس التاثير بتاعها. اوكي، بيحصل عندنا في الثيرويد جلاند وفي الووتر. الثيرويد جلاند مثلا عندنا هرمون الثيروكسين ده لو قل، اول ما يقل كده فالمستقبلات تحس، فانت عندك الثيروكسين قل، فانت كده حصل ايه؟ الديفييشن اللي هو ايه؟ الثيروكسين قل، فالسنسورز تحس ايه ده في خلل، ده في ثيروكسين قليل، فتبعت لمين؟ تبعت للكنترول سنتر. الكنترول سنتر ده بيأثر على مين؟ الافكتورز دي تروح تأثر على مين؟ على الهايبوثالاموس دي اللي فيها مين؟ البيتيوتري جلاند، الغده النخاميه هي اللي تعمل كوركشن عن طريق ان هي تفرز مين؟ هنا في الحاله دي بتاعت الدرقيه بنفرز تي اس اتش. التي اس اتش تروح للغده الدرقيه تقول لها ايه ده الثيروكسين قليل، حفز بسرعه تكوين مين؟ الثيروكسين. يبقى التي اس اتش بيكون الثيروكسين، بيحفز تكوين الثيروكسين. طيب عندنا الثيروكسين عالي بقى، فالثيروكسين عالي فيقول للغده النخاميه ايه؟ شكرا، احنا كده تمام، احنا وصلنا لمين؟ وصلنا للهوميوستيزيس، يبقى احنا كده تمام. قل يا مين؟ قل يا تي اس اتش. يبقى التي اس اتش بيزيد يخلي الثيروكسين يزيد، اول ما الثيروكسين يزيد يعمل تغذيه رجعه تاني على الغده النخاميه، يخليها تقلل مين؟ التي اس اتش، وهكذا. كل ما يحصل خلل الجسم يعوضه. اوكي، يبقى كده كانت الغده الدرقيه. الميه نفس الفكره. احنا عندنا النورمال، الميه بتاعتنا نورمال خلاص، احنا الوقت الاكستراسيلولار فلويد تمام. حصل ديفييشن،
الديفيشن ده في حاله الميه ممكن يكون ايه؟ الووتر اكسس او الديهايدريشن، يعني في ميه زياده او ميه قليله. فمثلا الميه قليله، اول ما الميه تقل ففي كده ديفيشن، في خلل حصل. السنسورز تستقبل الخلل ده، تبعت على الكنترول سنتر. الكنترول سنتر مين هنا؟ في الحاله دي هيكون برضو الهايبوثالاموس، عشان مين؟ الاي دي اتش. الاي دي اتش بس في الفص الخلفي الغده النخاميه، اوكي؟ فيحفز الافكتورز دي تعمل لي مين؟ تعمل لي هرمون الاي دي اتش. الاي دي اتش ده يروح يطلع فين؟ يطلع في يعمل كوركشن، فيعمل كوركشن فنرجع لمين؟ نرجع للنورمال. هيعمل كوركشن كيف الاي دي اتش؟ في حاله الديهايدريشن عندنا الاي دي اتش هيزيد يعمل ايه؟ هيسحب ميه من الكليه فيزود لي الميه تاني فنرجع للهوميوستاسيس، اوكي؟ ده والعكس بقى في الووتر اكسس. النورمال عندنا الميه طبيعيه، الخلل اللي حصل في ان الميه زادت، السنسورز تستقبل، تبعت على الكنترول سنتر. الكنترول سنتر يعمل ايه؟ يحفز الافكتورز. ايه ده احنا عندنا ميه زياده فقلل الاي دي اتش. فلما يقل الاي دي اتش يحصل ايه؟ الميه تنزل مع اليورين، اوكي؟ يحصل عرق، يحصل سويتنج، فكل ده يعمل لك ايه؟ يعمل لك كوركشن يرجعنا لمين؟ للنورمال هوميوستاسيس، اوكي؟ ده كان النيجاتيف فيدباك. قلنا بتعمل يا اما بتعكس يا اما بتقلل، ودي الموست كومن. حط تحت الموست كومن دي 3 4 5 10 خطوط كده. بعد كده عندنا البوزيتيف فيدباك. البوزيتيف فيدباك يعني ايه؟ البوزيتيف فيدباك انت حاجه بتزيد فانت بتزودها، فلما هي تزيد فانت بتزودها تاني، فلما هي تزيد فانت بتزودها تاني. يبقى انت كده ماشي في ذا سيم دايركشن، او انت بتعمل لها سبورت او اكسلريتنج، بتعمل ايه؟ تحفيز او بتزودها. انما هنا في النيجاتيف فيدباك كنت بتمشي في الاتجاه المعاكس او بتقلل. هنا في البوزيتيف انت بتزود او بتمشي في نفس الاتجاه. زي مين عندنا؟ عندنا الجلطه، وعندنا الرضاعه، وعندنا الولاده. نقولهم بطريقه مبسطه كده. اول حاجه كده عندنا الرضاعه والولاده المسؤول عنهم الاوكسيتوسين. الاكسيتوسين ده هو المسؤول عن الولاده والرضاعه. كنا من سنه وكده حافظينها، الاكسيتوسين يولد ويرضع. اول ما الراس بتاعه الجنين تضغط على السيرفكس، تضغط على عنق الرحم، في هناك مستقبلات. المستقبلات دي بتحفز مين؟ الهايبوثالاموس. احنا زي ما خدنا في ثانوي الهايبوثالاموس كان فيها الفص الخلفي، فيها كان فيه الجزء العصبي. الجزء العصبي ده قلنا ان الاكسيتوسين بيتصنع فين؟ بيتصنع في الهايبوثالاموس. طب بيتخزن فين؟ في الدورسال بيتيوتري جلاند. فانت عندك اول ما المستقبلات دي تلاقي راس الجنين بتضغط كده، فتيجي باعته مين؟ اشاره للهايبوثالاموس. ايه ده احنا عندنا جنين، نزل اكسيتوسين. ينزل الاكسيتوسين فيضغط، يعمل انقباض لعضلات الرحم، فيضغط الجنين، فالجنين ينزل اكتر. فلما الجنين ينزل اكتر فيتعرض لمستقبلات اكتر، فالمستقبلات الاكتر دي تبعت اشاره اكبر، فالاشاره الاكبر دي تعمل اكسيتوسين اكبر، وهكذا لغايه ما الجنين ايه؟ يتولد. ده كان مين؟ ده كان الولاده. الرضاعه اول ما البيبي يعمل ساكنج للام بيحفز عندها الاكسيتوسين. اول ما يعمل ساكنج كده في مستقبلات تحفز مين؟ الاكسيتوسين يجي مين؟ منزل، ينقبض، ينزل اللبن، فالبيبي يفرح، فالبيبي ايه؟ يعمل ساكنج اكتر بسرعه، بقى فرحان في لبن جاي، فلما يشرب لبن اكتر ويفرح يعمل ساكنج اكتر، فده ينتج عنه تحفيز اوكسيتوسين اكتر فيضغط اكتر. طب يقف امتى؟ يقف لما الجنين يبطل ساكنج، اوكي؟ ده كان مين؟ كان الولاده والرضاعه، والجلطه هناخدها في السبوره الجايه، اوكي؟ هندخل بعد كده على شويه اكزامبلز. هنبدا بالنيجاتيف. النيجاتيف قلنا زي بتاعه السيروكسين وبتاعه الميه شرحناها في المره اللي فاتت، وشرحنا السيروكسين برضو، بس هنراجع عليها بسيط كده. عندك السيروكسين مثلا جل، فالسنسورز هتحس بالنقصان ده، فهتبعت للكنترول سنتر. الكنترول سنتر ده هيحفز مين؟ هيحفز الافكتورز دي هتعمل ايه؟ هتاثر على التي اس اتش، هتزود التي اس اتش، فيحصل كوركشن فنعود للايه؟ للنورمال اللي هو الهوميوستاسيس. ده مراجعه سريعه ان احنا قلناها في السلايد اللي فاتت، اوكي؟ بعد كده عندنا الاكزامبلز بتاعه البوزيتيف. البوزيتيف قلنا عندنا الولاده، وعندنا التجلط، وقلنا الرضاعه قلناها، وقلنا الولاده برضو، بس هنعيدها تاني بسرعه وهنقول الكلوتنج بالتفصيل. عندنا راس الجنين تضغط على العنق، السنسورز تحس بالضغط ده فتحفز اخراج الاكسيتوسين، ان هي بتروح على الهايبوثالاموس. قلنا بتصنع الاكسيتوسين في الهايبوثالاموس، بعد كده ينزل للدورسال بيتيوتري جلاند، يحصل له افراز في الدم، ينزل يروح يضغط على عضلات الرحم، ينزل الجنين اكتر، فالسنسورز اللي تتعرض ليها في عنق الرحم تزيد فيروح يحفز لي اكسيتوسين اكتر، وهكذا لغايه ما يحصل ايه؟ الولاده، اوكي؟ دي قلناها في السلايد اللي فاتت. تعالوا بعد كده ندخل على مين؟ على الكلوتنج. الكلوتنج احنا عندنا حصل جرح،
الجرح ده حصل في مين؟ في الأوعية. فلما يحصل جرح طبيعي يحصل بليدنج. فعشان نعالج البليدنج ده هنعمل ايه؟ البروثرومبين اكتيفيتور ده بيتحول لمين؟ يتحول لثرومبين. والثرومبين ده هو العامل الأساسي في التجلط. ليه؟ الثرومبين ده بيعمل ايه؟ حتى نكتب لك البطل، هو البطل في التجلط. بيروح لمين؟ لبروتين اسمه فيبرونيجين. اوكي؟ آسف، فيبرونيجين بالإي. تمام. يروح لبروتين اسمه الفيبرونيجين. الفيبرونيجين ده بيعمل ايه؟ بيعمل لي الفايبرين. الفايبرين ده هو الماده بتاعه التجلط. ده عباره عن ايه؟ قال لك ده عباره عن شبكه من الفايبرين تمسك في مين؟ في الصفائح الدمويه والريد بلاد سيلز. يبقى البليتلتس بتمسك في الريد بلاد سيلز اللي هي بتعمل لي مين؟ الكلوت. ده عن طريق ايه؟ الفايبرين. الفايبرين اللي هو مين اللي كونه؟ الفيبرونيجين. اوكي؟ الفيبرونيجين مين اللي كونه؟ مين اللي راح حفزه؟ الثرومبين. الثرومبين ده هو البطل. هتقول لي ماشي، بس فين التغذيه هنا؟ اقول لك التغذيه هنا في ايه؟ اول ما البروثرومبين ده يكون الثرومبين، الثرومبين ده بيعمل ايه؟ اكتيفيت للبروثرومبين تاني. يعمل له ايه؟ تغذيه رجعه موجبه. يعمل له ايه؟ اكتيفيت. فالبروثرومبين يزيد. فلما البروثرومبين يزيد يعمل لي ثرومبين زياده. فيعمل لي ايه؟ يزود البروثرومبين، يزود الثرومبين، اسف. فعندك في حلقه كده دايره كده. فانت عندك البروثرومبين يزود الثرومبين، فالثرومبين لما يزيد يروح يزود البروثرومبين. وفي نفس الوقت الثرومبين بيروح للفيبرونيجين، بس برضه ايه؟ شويه يروح للفيبرونيجين وشويه يحفزوا البروثرومبين. فكل ما البروثرومبين يتكون يحفز لي الثرومبين. اوكي؟ لغايه ما يحصل عندنا الكلوتينج اللي هو خلاص كده حصل تجلط. كده نكون خلصنا. المحاضرة كانت طويلة شوية بس الحمد لله يعني. ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتس الفيدباك بتاعتكم، يعني مثلا أي حاجة عايزين تعدلوها، مثلا أزود شوية في التفاصيل، أقلل في التفاصيل، أي حاجة في الفيدباك بتاعتكم يا ريت تقولوا لي في الكومنتس تحت. سلام.